ماتوا وهم حاضنين بعض، وآخر حاجة عملوها إنهم ودعوا كل أهلهم، والزوج هو الناجي الوحيد، لكنه مش مستوعب إن مراته وولاده ماتوا بالطريقة البشعة دي. إيه اللي حصل في شقة الطلبية؟ وهل فعلا الحريق في شبهة جنائية؟ تعالوا نقول لكم إيه الحكاية. أسرة مكونة من 5 أفراد، الزوج محمود فؤاد 38 سنة، وعلياء 28 سنة، وولادهم التلاتة اللي شبه الملايكة، لوجي 8 سنين، وعمر 6 سنين، وفؤاد 4 سنين. ساكنين في منطقة فيصل بالطلبية، عمارة مكونة من 6 طوابق، وهم كانوا واخدين فيها شقة دوبلكس. حياتهم كانت مستقرة لأبعد حد، وكانوا أسرة مترابطة جدا. امبارح كانوا في زيارة لأهل محمود، وفضلوا هناك لوقت متأخر من الليل، وعلى غير العادة محمود رفض إنه يبات، وكان عايز يروح بيته علشان شغله الصبح. وأول لما روحوا دخل الشقة علشان يرتاح، لكن علياء والولاد فضلوا صاحيين شوية، وقرب الفجر حصلت الكارثة اللي ما كانش حد ممكن يتخيلها. فجأة النار مسكت في كل مكان في الشقة، وكانت بتكبر بشكل سريع وانتشرت أكتر، وللأسف كان كل واحد من العيلة في ناحية لوحده. لوجي وعمر كانوا حاضنين بعض، وعلياء كانت ماسكة في إيد فؤاد، ومحمود كان بيحاول يوصل لهم بأي شكل وفضل يصوت بشكل هستيري. الجيران قامت على صوت الصويت، النار كانت في كل حتة، ورغم إن الإسعاف والمطافي وفرق الإنقاذ كانت حاضرة في أقل من دقايق، لكن للأسف أمر الله كان نفذ. علياء والولاد التلاتة راحوا في غمضة عين، وده بسبب الاختناق وكمان الاحتراق لدرجة التفحم. أما عن محمود فالحروق كانت بنسبة 90% من جسمه، لكنه عايش مماتش. وهو خارج من البيت على النقالة كان بيشاور بإيده للمسعفين علشان يجيبوا مراته وعياله معاه، لكنه ما كانش يعرف إنهم خلاص ماتوا، وهو حاليا بين الحياة والموت. شهود العيان على الحريق بيقولوا إن الشقة كانت عبارة عن قطع من جهنم، وإنهم كانوا متأكدين إن محدش هيخرج من جوه عايش. منظر الجثث كان صعب جدا، لوجي وعمر كانوا حاضنين بعض، والأم وفؤاد ماسكين في بعض، ومن شدة التفاحم ما قدروش يفصلوا جثثهم عن بعض، وحطوهم في أكياس بلاستيكية. ومن شدة الحرق الناس قالت إنه أكيد بفعل فاعل، لكن التحقيقات أثبتت إنه بسبب ماس كهربائي. وأهل محمود كانوا في حالة صدمة، وكل اللي على لسانهم يا ريتهم ما روحوا ولا رجعوا البيت الليلة دي. ادعوا لعلياء وولادها بالرحمة والمغفرة، وإنه يرزق أهلهم الصبر والسلوان، ويتم شفاء محمود على خير.